السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناة مانياس كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير مافين بالتوت البري الاسود. تيجي زوين بزاف، طريقة سهلة وسريعة. تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقة والمقادير. بالنسبة للمقادير غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نديرو فيه واحد جوج البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. غادي نزيدو كذلك واحد شوية ديال الملح، وغادي نطربوا هاد العناصر بالطراب الكهربائي لمده تقريبا واحد جوج ديال الدقائق. من بعد غادي نزيدو 110 غرام ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، وغادي نطربوا مزيان هاد العناصر حتى تيولي لينا الشكل ديالها على شكل كريمي، ويتبدل اللون ديالو ياخذ هاد اللون هذا، تيولي عندنا على شكل كريمي كما شفتوا. من بعد غادي نزيدو عليه 75 مليلتر ديال زيت المائده، وغادي نطربو مزيان بالطراب الكهربائي. من بعد غادي نزيدو 90 مليلتر ديال الحليب يكون دافئ، ونطربو مره اخرى. من بعد غادي نزيدو 100 غرام ديال الدقيق ديال الشوفان اللي انا غربلته من قبل، وغادي نطربو حتى نخلطوه مع باقي العناصر. بالنسبه للمقادير زيدوا واحد بواحد يعني وانتم تتحركوا. من بعد غادي نزيدو 200 غرام ديال الدقيق الابيض اللي انا غربلته حتى هو من قبل، يعني المجموع ما بين الدقيق الابيض والشوفان 300 غرام. 100 غرام ديال الدقيق ديال الشوفان و200 غرام ديال الدقيق الابيض. من بعد غادي نطربوا هاد العناصر بالطراب الكهربائي مزيان حتى ينسجموا لينا العناصر مع بعضياتهم. مره جمعوا الجوانب بشي سباتول بهذا الشكل هذا، باش داك الدقيق اللي تيبقى في الجوانب يتخلط لينا مزيان مع يعني الخليط يجي منسجم. صافي هنايا من بعد ما طربناه مزيان غادي نزيدو 8 غرام ديال خميره الحلويات او البيكين باودر، وغادي نطربو مزيان حتى تتنسجم لينا هاد الخميره مع باقي يعني مع باقي المقادير، وتنتحصلوا على خليط يكون منسجم مزيان. من بعد غادي نزيدو 30 غرام ديال حبيبات ديال الشوكولاته، وغادي نحركو غير بسباتول بهذا الشكل حتى تيتخلط لينا كذلك مع باقي العناصر. من بعد غادي نزيدو 200 غرام ديال التوت البري الازرق او الاسود، وغادي نحركو، وهذا هو الخليط اللي تنتحصلوا عليه. هنا غادي ناخذوا الطاوه اللي تندخلوا بالفرن اللي خاصه بالمافين. غادي ناخذوا دوك القوالب اللي تنديروهم المافين، غادي نديروهم بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذوا معلقه كبيره تكون مملوءه، وغادي نعمروا بها هاد القوالب بهذا الشكل هذا. حاولوا ما تعمروهمش حتى الفوق باش يبقى لهم البلاصه، حيت فاش تيطيبوا في الفرن تيتنفخوا. الا عمرتوهم بزاف راه غادي يخرجوا يعني من القوالب، ولهذا ديروا غير معلقه كبيره يعني مملوءه، وخليوا الجوانب خاويين باش تبقى لهم البلاصه فين تنفخوا. هنا خديت شويه ديال التوت البري الاسود درته من الفوق بهذا الشكل هذا، فاش تيطيب تيعطي واحد المذاق وشكل زوين. من بعد غادي ندخلوه الفرن على درجه حراره 170 درجه لمده 20 حتى 25 دقيقه، يكون في الوسط ديال الفرن. منين يطيب مزيان الا هما ما تحمروش من الفوق حاولوا تشعلوا عليهم واحد شويه من الفوق باش يتحمروا. الا هما تحمروا يعني وهما تيطيبوا بلا ما يعني تشعلوا عليهم الفوق. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما تيطيبوا. سمحوا لي تيجيو بهذه الطريقه هذه كما شفتوا داك التوت اللي درنا من الفوق تيعطيهم منظر زوين، وكذلك تيزيدهم مذاق زوين. الا جربتوا هذا المافين هذا راه غادي يولي معتمد عندكم، وكذلك راه صحي كما شفتوا فيه الدقيق ديال الشوفان وفيه هذا التوت هذا اللي تيعطي واحد المذاق يعني منعش وزوين بزاف. الا جربتوا هذه الطريقه راه غتولي ان شاء الله معتمده عندكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو لتعم الفائده، واشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، وفعلوا الجرس باش يوصل لكم جديد الوصفات. ودابا غادي نوري لكم واحد يعني المافين منين تيطيب. هذا هو الشكل ديالو كما شفتوا تيجي زوين مزيان محمر مزيان، وكذلك احترمنا ليه يعني الوقت ديال الطياب وما جهدناش بزاف الفرن. كما شفتوا ما تيتحرقش يعني تيطيب مزيان، غير تبعوا ليه يعني احترموا ليه التوقيت. ودابا غادي نقطع معكم واحد الوحيده باش تشوفوها من الداخل كيفاش تجي.
تجي زوينه بزاف، وداك التوت اللي فيها لداخل تيعطيها منظر زوين، وكذلك المذاق زوين. انا متاكده بانه الا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم وتعجبوا وليداتكم، وغادي تولي معتمده عندكم ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وخليتكم في امان الله وحفظه.